السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير ان شاء الله وبصحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد او في سلسله جديده من الفيديوهات اللي غنبدا نحط لكم ان شاء الله في رمضان، سلسله رمضانيه ان شاء الله. نتمنى انها تكون مفيده لكم. في هذا الفيديو او في هذا اول فيديو من هذه السلسله غنهضروا على واحد الموضوع جدا مهم اللي هو قضيه الغيبه. اليوم احنا في رابع ايام رمضان، صايمين على الماء والماكله، ولكن واش صايمين على اللحم ديال خوتنا وخواتاتنا؟ عارفه بلي القعده كتحلى والضحك كيزيان ملي كنجبدوا فلانه وعلانه دارت فعلات، ولكن واش في راسك بلي الغيبه هي داك الثقب اللي كيكون لتحت ديال هذاك، بحال كما قلت لكم في واحد الفيديو اخر، بحال واحد الثقب كاين في واحد الشاكوشه هزها، كلشي داكشي اللي كاين في ديك الشاكوشه كتمشي وكيطيح لك. انتيا نهار كامل صايمه على الماء والماكله وكتقراي قران وكل شيء وكتجمعي في الحسنات، ولكن في هذاك الثقب كل شيء كيطيح. في لقطه ديال الضحك كيتمحى لك كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضح وصريح في واحد الحديث كيقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يعني الله سبحانه وتعالى ما محتاج منا الجوع والعطش إلا ما قدرناش نحكموا هذا اللسان. وفاش سولوا الصحابة: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، يعني إلا كان فيه داك الشي فعلا اللي كنقول عليه، كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان هو أنك تقولي على شي وحدة داك الشي اللي ما كاين فيه، والبهتان أخطر من الغيبة وكلهم خطيرون. يعني حتى حاجة ما نستهنوش بها. واحد الصحابي كيقول: لساني هذا أوردني الموارد. ما عقلتش واش أبو بكر رضي الله عنه ولا شي صحابي آخر كان كيشد هذاك اللسان ديالو كيقول: لساني هذا أوردني الموارد، فما بالنا حنا اشنو غنقولوا على ريوسنا اللي ما كيدوزش نهار واحد ما هضرنا على فلانة ولا فرتلانة. يعني الله يسمح لنا وصافي. وفي هذا رمضان ان شاء الله يكون رمضان ديال التغيير، نبداو هاد الحاجه اللي هي من مصلحتنا انه نبدلوا هاد الشيء اللي كاين، حيت ما كنستافدوا منه والو. كتغيبي كتغتابي الناس، انت كتكتسبي سيئات وكتفقدي حسنات، والناس الاخرين راهم عايشين حياتهم. يعني تهضري عليهم ما تهضريش، يعني في الاخر الكلام لا يغير شيئا، غير انه كيغير من راسك وكيخليك ديما مقابله الناس، وكتخسري الحسنات كما قلت لكم اللي كتجمعي. الغيبه هي واحد الحاجه اللي كتاكل الحسنات ديالك كما تاكل النار والحطب. شفتي الحطب اللي حطيتيه في النار كيفاش كتاكلو؟ هذاك هي الغيبه، كتاكل الحسنات ديالك بهذيك الطريقه بكل سهوله. دابا نشوفوا الحلول العمليه كيفاش نقضوا هذه الغيبه وكيفاش نبداو نبدلوا فينا هذه العاده السيئه. القاعده الاولى او الحاجه الاولى اللي هي قاعده الثلاث ثواني. قبل ما تخرجي اي كلمه على شي حد سولي راسك: واش هاد الهضره كترضي الله عز وجل؟ واش نبغيها تقال عليا؟ إلا كان الجواب لا، إذن سكتي، والسكت في هذه اللحظة هو عبادة. والشيء الثاني اللي خصك تطبقيه باش تخلصي من هذه العادة السيئة هو تقلبي الموضوع. جالسة في واحد المجمع كيهضر مع واحد السيدة، كيهضروا على واحد السيدة ما كايناش هنايا، ويعني بغيتي نتيا تقلبي الموضوع وديري هذاك الهروب الذكي اللي يبداو يغتابوا. جربي تبدلي الموضوع، يعني حتى إلا قالوا شي حاجه قولي والله هدي ما خلق وصافي، اما سكتوش يعني زايدين فيه. بدلي الموضوع، قول لها: امضر شنو درتي مازال في البيرمي ديالك؟ مثلا قالت لك شي وحده فيهم كدوز البيرمي: امضر شنو مازال درتي في البيرمي ديالك؟ امضر شنو درتي في الديكور اللي قلتي غتبدليه؟ امضر شنو غديري غدا؟ مثلا واش عندك شي بروغرام على غدا؟ بدلي، حاولي تبدلي الموضوع باش يعني الا بدلتي الموضوع كيكون اسهل انه صافي كيوقفوا كينساو علاش كيهضروا وغيهضروا في شي حاجه اللي مفيده لهم. والحاجه الثالثه انه تحاولي تدافعي على ديك السيده. يعني الا جا شي واحد كيغتاب لك هذيك السيده دافعي عليها، قولي: لا ما فيهاش، لا كنعرفها محترمه، كنعرفها مزيانه، كنعرفها. ولا مازال عاوتاني زاد فيه لا كيقول لا، قولي: الله يهدي ما خلق، وسكتي حدك تماك. خاصه كنقول لك في رمضان، يعني هذا رمضان خصو يكون واحد التحدي انه
نحاولوا نحيدوا فينا هذيك الغيبه اللي كاينه فينا، حفاظا على الحسنات ديالنا، وعلى انه العذاب ديالنا في رمضان والصوم ديالنا ما يمشيش هباء منثورا في واحد الدقيقه ولا 2 دقائق وانا كنهضر فلانه. والحاجه الاخرى اللي هو الانسحاب المشرف. جالسه مثلا مشيتي عند عائلتك، فطرتي معهم، فطرتوا وساليتو ودزتو انه تفطروا باللحم ديال الناس الاخرين، يعني جالسين عمرتو كرشكم وجالسين كتمتعوا كتجبدوا فلان وفلانه، هذيك الطلقات، هذيك التزوجات، هذيك انت ما تقدريش تبدلي الموضوع. مثلا ديك تبارك الله العائله كامله جالسه في واحد البيت، غتنوضي بكل بساطه تمشي في حالك، مثلا تمشي للكوزينه، تمشي تقضي شي غرض وتخليهم. الا ما قدرتيش انه اولا ان يجب ان تنهي، يعني تحاولي تنهيهم، تقول لهم لا. الا ما استجبوش صافي غتنوضي وغتخليهم. رمضان هو مدرسه ديال التغيير. الا ما قدرتيش تحبسي الغيبه في رمضان، وقتاش غتحبسيها؟ تحدي اليوم هو انه كل يوم لساني خصو يكون صايم قبل ما نكرشي. الا غلطتي شي نهار واغتابتي شي وحده ولا، استغفري في البلاصه وتصدقي عليها وادعي مع هذاك الشخص اللي اغتابتيه. مثلا قولي اللهم اهديه، اللهم اصلحه، اللهم وفقه. المهم ادعي معاه وحاولي انه مثلا الا قدرتي، مثلا كنتي في واحد المجمع، كنتي اغتابتي واحد الشخص، الا رجعتي عاوتاني لديك نفس المجمع، خصك تقولي على هذاك الشخص كلام زوين وتهضري معاه عليه بالزوين. يعني بحال قلتي هذيك درت واحد الحاجه خايبه كنعوضها بحاجه زوينه. هذا هو التحدي والفيديو ديال اليوم، انه نحاولوا نبدلوا فينا هذه القضيه، ونحاولوا نحيدوا فينا هذه القضيه ديال الغيبه، لانها فعلا صعيبه بزاف، وواحد الحاجه اللي كتجينا سهله. يعني كما كنقولوا راه كما كنلقاو هذاك ايوا لسان ما فيهش عظم، هو داك الشيء علاش خصنا نشدوا لساننا على الناس وخصنا نقولوا عليهم غير كلام زوين. الا ما غاديش نقولوا كلام زوين نسكتوا بالاحسن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قل خيرا او اصمت، قل خيرا او اصمت. هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليو لي في التعليق اشنو بان لكم، واش نتوما كتلقاو هذاك المشكل بانه نشدوا لساننا، خاصه كاين الناس اللي محترفين بلي انه يجروا لك لسانك وتقولي اشياء اللي ما خصهاش تقال. الله يسمح لنا وصافي، والله يوفقنا اننا نحيدوا هذه العاده السيئه، خاصه في هذا رمضان المبارك. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، وبسلام عليكم، والله يتقبل صيامكم.